السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة باشا ستوريز. بلا ما نطول عليكم نبداو القصة ديالنا. في الفترة ديال السبعينيات والثمانينيات كانوا بزاف ديال الشباب بنات ودراري كيمشيو لألاسكا باش يقلبوا على فرصة حياة جديدة. في واحد النهار كيبدا التقلاب على قاتل متسلسل من بعد ما تلقاو بزاف الجثث ديال البنات في البراري ديال ألاسكا. القاتل كان كيسكن تما كنيت، ولكن باش يلقاوه بداو كيقلبوا على مسافة 3000 ميل. كانت واحد العارضة ازياء شابة مشات كتخدم عند واحد الراجل اللي قال ليها بلا هو مصور، من بعد غادي تبين بلا هو قاتل ما كيعرفش الشفقة. ما كانش هاد البنت لا الضحية الاولى ولا الضحية الاخرى ديالو. من السبعينات حتى الثمانينات تحولت الألاسكا لواحد المحطة شعبية كيجيو ليها الناس باش يساهموا في البناء ديال انابيب النفط، داكشي اللي ادى لزياده السكان في ديك الوقيته. في عام 1982 بالضبط كانوا جوج ديال الضباط ديال الشرطه كيصيدوا الغزلان حدا شي نهوره في البراري ديال ألاسكا، وهما متقدمين في الاعماق ديال الغابه بانوا ليهم العظومه ديال الانسان، عظومه بشريه، خصوصا ملي شافوا جمجمه انسان ثم عرفوا انهم امام جثه بشريه. ديك الجثة كانت شبه مدفونة. ديك الساعة ما مسو حتى شي حاجة وعيطوا على الناس المكلفين بالبحث والتنقيب. هاد الجريمة وقعت بالضبط في الولاية الإدارية لألاسكا. لقاو الحوايج ديال الضحية وواحد الرصاص، يعني القرطاس كان طايح تماك. من بعد البحث تبين ان الرفات ديال العظام رجع لواحد البنت سميتها شيري مورو اللي كانت كتعمل كراقصة، والخطيب ديالها بلغ على الاختفاء ديالها عام قبل ما تلقى الجثة. عيطوا عليه البوليس وعطاوه الخبر. ملي جا باش يتعرف على الحوايج اللي كانوا في مسرح الجريمه قال لهم بلا كانت شيري عندها واحد السلسله ذهبيه دايما في العنق ديالها وما كتحيدهاش، وبلا ما كايناش مع الحوايج اللي كاينين في مسرح الجريمه. من بعد عام واحد على الضحيه شيري مورو بداو كيبانوا بزاف الجثث في نفس البلاصه تقريبا، حتى بداو تيقولوا بلا انك تلقى جثه في البراري ديال ألاسكا راه ماشي شي حاجه غريبه. كانوا بزاف المتزلجين اولا الناس اللي كيمشوا باش يفوجوا تماك كيتوضروا اولا كيتسمح لهم الاثار بصفه نهائيه. ولكن التزايد في اعداد الجثث هاد المره كان لها سبب اخر. في 1983 ملي كانوا بعض المختصين كيعبدوا في واحد الطريق في ألاسكا نيت، لقاو رفات بشريه اخرى في مكان قريب من المكان اللي كانت لقات فيه شيري مورو. من بعد الخبرة تبين انها جثة ديال واحد البنت عندها 17 عام كانت سكرتيرة في هاواي، ومن بعد تحولت لألاسكا وكانت مختفية 5 شهور قبل ما يلقاوها. حتى هي قررت تخدم في ألاسكا كراقصة ولقاو وحدها الرصاص. شكو السلطات في انه تقدر تكون علاقة بين هاد جوج بنات اي عندهم نفس القاتل، قاتل متسلسل. يعني الا كان هادشي بصح راه باقي غيلقاو بزاف الجثث. في ظرف عامين تلقى 12 جثة ديال العيالات. فريق البحث ديال ألاسكا صيفطوا العينات ديال رفات الجريمة للمختبرات ديال الاف بي اي اللي كاينه في واشنطن باش يحللوها، ولقاو بلا الضحايا ماتوا بنفس القرطاس، يعني نفس الشخص هو اللي ارتكب الجريمه، وتمك تاكدوا 100% بلا هما قدام قاتل متسلسل وبداو كيقلبوا عليه. في ديك الوقيته كانوا بزاف الناس كيخدموا في النوادي الليليه، وديك الساعة كان القاتل مازال ما طلقاش وكيدور بين الناس عادي وكيعزل في الضحايا ديالو بحذر وكيف ما بغى. في 1983 كانت واحد البنت سميتها سيدني في العمر ديالها 17 عام كتجري في الزنقه شي بعاريه ويديها مربوطين بديمينوط، وقدرت انها توقف واحد الطوموبيل دايزه باش تطلب مساعده، وطلبت من الشخص اللي وقفاتو باش يوصلها لاحد الفنادق. من بعد جاو عند البوليس، لحقاش الحاله اللي شافوها فيها ماني لوطيل ما قدروش ما يعلموش البوليس. حلوا لي هادوك لي مينوط اللي كانوا ديال الحديد وحاولوا يهدنوها حيت كانت خايفه بزاف، وعاودت ليهم القصه ديالها. كانت سيدني كتخدم في احدى النوادي وهي خارجه تلقى لها واحد الراجل بالطوموبيل ديالو وقال لها نوصلك. عطات البوليس الوصف ديال الراجل مزيان بلا كان داير نضاضر وطويل، غير هي طلعات دار ليها المينوط وجبد سلاح باش يهددها. من بعد داه لواحد المنطقه فيها الديور اللي كتوصفهم هي براقيين ونقيين. قالت لهم بلا الدار ديالو كانت فخمه بزاف وكانت نقيه، وكانت واحد السنسله دايرها في السقف علق يديها فيها وبقى كيعذب فيها مزيان. ومن بعد قال لها غنديك الكهف ديالي اللي كاين في الغابات ديال ألاسكا،
وهددها بالقتل الا غوتات، وعلمها بلا الخطه دارها مزيان، وبلا الاصدقاء ديالو حذرهم انهم ما يعلموش به وانهم يكذبوا الى احتاجهم، يعني راه ما غتصور والو الا هربات. داها لواحد المطار فين كاينه ليليكوبتر ديالو، خلاها في الطوموبيل. من بعد ما شافتو كيهز شي حوايج وكيديرهم في الطياره، وملي شافتو خشى واحد البندقيه اي سلاح طويل وكبير، هنا تخلعات اكثر وحاولت تهرب باي طريقه. في الاول ما تيقوهاش البوليس، ولكن الحاله اللي كانت فيها البنت خلاتهم يشكوا. مشاو مع سيدني لبلاصه فين كيسكن هاد الراجل واللي سميتو روبرت هانسون، اللي كان كيخدم كمسير لواحد الفران، وكانت عنده باتيسري. وهما كيدويو معاه لقاوه متطابق مع نفس الاوصاف اللي قالت لهم سيدني عليه، وجاوب على الاسئله ديالهم في هدوء تام. قال لهم بلا في الليله اللي قبل كان مع اصحابه من 5 حتى 11 الليل باش يصايب ليهم شي كراسه، ومن بعد مشى عند واحد الصديق ديالو اخر وبقى معاه حتى 5 ديال الصباح، ومشى للمطار باش يصايب المقعد ديال الهليكوبتر ديالو. وافق هنسن القاتل هنا انه يخلي الشرطه تفتش ليه الدار ديالو، ولقاو عاوتاني بلا قال اوصاف اللي قالت لهم سيدني على الدار كتطابق مع الدار ديالو. هادشي كيبين بلا سيدني كانت عنده في الدار، ولكن واش انها تعذبات وتخطفات تماك ما كان عليها حتى شي دليل. الاول ما لقاو في الدار حتى شي نوع ديال الاسلحه، حتى قلبوا من مورا واحد الحيط مستعار عاد لقاو بزاف ديال انواع الاسلحه. وما تفاجئوش لحقاش هنسن كان من هواة الصيد، ولكن هذاك السلاح اللي وصفات ليهم سيدني بالضبط ما لقاوش. السياره ديال هينسن كانت نقيه بزاف، وما كانت حتى شي حاجه اخرى اللي تقدر تساعد سيدني باش يتيقوها البوليس. وكملت على راسها ملي رفضت جهاز كشف الكذب باش يدار ليها، لحقاش اعتبرت بلا البوليس ما كيتعاملوش معها بجديه، يعني شكو بزاف داكشي اللي كتقول. داكشي علاش تحولت من مدينه وهنس تلقوه لحقاش ما لقاو عليه حتى شي ادله. واحد المحقق سميتو بيكر كان شك بزاف في هينز، قرر انه يكمل البحث في القضيه، خصوصا ملي عرف بلي هينز كان غادي بها لالاسكا قبل ما تهرب ليه، حيت كما قلت لكم كانت جوجات ديال العيالات كيتلقاو بزاف في ديك المنطقه، وكان بالنسبه ليه هينز مشتبه فيه في اختفاء العيالات. هينز كان كيبان مواطن صالح، عنده خدمة شريفة، زوجة وأولاد، يعني نوعا ما عيش حياة مستقرة. المحل ديالو كان مشهور حيت كان كيتعامل مزيان مع الكليان ديالو، كيخدم بنشاط. فترة قصيرة من بعد ما بانوا الجثث اللي كانوا كيتلقاو في ألاسكا، داكشي علاش المحققين دباو مع الراقصات والبنات اللي كيخدموا في النوادي الليلية باش يحضيو راسهم. داك المحقق قلب على التقارير القديمة اللي كتعلق بهينز، لقاو بلا السيد فايت ليه مرتكب جريمة اغتصاب تحت السلاح. داكشي علاش القضية عاودت تحلات، وجمعوا كاع السجلات والوثائق اللي فيها الاوصاف ديال القاتل باش يصيفطوها للاف بي اي. هنا الباحثين قدروا يشكلوا فكرة نوعا ما على القاتل. نرجعوا شوية اللور. هنت كان واحد الراجل اللي تشد في الاصلاحيه، هو في عمر صغير لحقاش كان شعل العافيه في الباركينغ ديال المدرسه الثانويه ديالو. كان ماشي اجتماعي وما كانش عنده الثقه في راسو والناس، حيت كان ديما كيتعرض للقمع وحصل على بزاف الجوائز في الصيد باستعمال السلاح. كان كيف ما قلت لكم عاوتاني تشد على قبل الاغتصاب باستعمال السلاح، وكذلك بتهمه التحرش على واحد البنت عندها 18 عام قدام الدار ديالها. من بعد كاع التحقيقات قلبوا هاد المره في الدار اللي كيسكن فيها مع الزوجه ديالو، ماشي في الدار اللي كانت وراتهم سيدني. وهنا غادي تصدموا حيت غادي يلقاو بزاف الاسلحه، منهم هذاك اللي كان قتل بهم سيدني وتشيري مورو، وديك البنت الاخرى اللي عندها 17 عام. ولقاو القلاده الذهبيه ديال شيري اللي كانت في عنقها واللي كان مخليها عنده كذكرى. وكذلك الجاره ديالو غادي يتصدموا ملي غتقول لهم بلا راجلها راه كذب على البوليس ملي قال لهم راه هينس كان معاه نهار الحادثه ديال سيدني. هاد اللحظة بالضبط هينس ما لقى ما يقول، واضطر انه يعترف بشرط ان عائلته تبقى بعيدة عن الموضوع، وانه يتحبس في بلاصة بعيدة على المدينة ديالو، وبلا الرأي العام ما يعرف حتى شي خبر عليه، وتحكم بالسجن مدى الحياة. ونسيت ما قلت لكم بلا هينس كان لقاو عنده واحد الخريطة اللي معلم فيها كاع البلايص اللي دفن فيها الجثث ديالو، ومن مشاو لمسرح الجريمة لقاو داكشي متطابق. هنا عرفوا انهم كانوا امام واحد القاتل متسلسل كبير، وانهم حدوا ليه حياته ملي حبسوه على القتل ديال العيالات. هنا غتكون سالات القصه ديالنا. ما تنساوش ديروا اللايك وسبسكرايب الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم.